في كل عام بعد يوليو 2009، حيث كان اليوم 5 من يوليو أكثر الأيام إيلاما بالنسبة للإيغور، حيث قامت الحكومة الصينية في ذلك اليوم بإرسال عدد كبير من أفراد الجيش والشرطة لقمع وقتل العديد من الإيغور. ومن أجل إحياء ذكرى هذه المجزرة تظاهر الإيغور في جميع أنحاء العالم رافعين أعلام تركستان عاليا ومرددين الشعارات الرافضة للظلم والاستبداد وسياسات الحزب الشيوعي الصيني في استيعاب الإيغور. يجذب منتدى الاستثمار العالمي في العاصمة أستانا أكثر من 600 مستثمر من 40 دولة. وحضر مراسم افتتاح المنتدى رئيس وزراء كازاخستان نزارباييف ووزراء آخرين. وقال رئيس الوزراء نزارباييف إن كازاخستان تحتل المرتبة 36 في العالم من حيث توفير أفضل الظروف للمستثمرين. قال وزير خارجية قرغيزستان السابق إنه لن يبيع الأرض مقابل الديون التي تلقاها من الصين. وأوضح أن هناك العديد من البلدان في العالم التي تثق ببعضها البعض في أن تكون لها علاقة دين خارجي اقتصادي. هذه علاقة اقتصادية طبيعية جدا. وأضاف أن 50% من الديون الخارجية جاءت من الصين. لذلك إن كان يعتقد الصينيين أن هذه فرصة لاحتلال أرضنا فهم مخطئون، وأن الصندوق الدولي أيضا لن يسمح بذلك، ولا يسمح لشعب قرغيزستان ببيع أراضيهم. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الأمريكي إلى تغيير قانون الهجرة على الفور، قائلا إن على الكونغرس العمل فورا على إصلاح مشكلة الهجرة. وأصدر ترامب بيانا على تويتر قال فيه: من غير المعقول أن تجند الولايات المتحدة الآلاف من القضاة لمحاربة الهجرة غير الشرعية حتى يتسنى لهم مغادرة البلاد. هذا وقد أقر الكونغرس مشروع قانون الهجرة. احتجت امرأة من مدينة نيويورك أمام تمثال الحرية في 4 من يوليو على سياسة الحكومة الفيدرالية للهجرة. وبعد حوالي 3 ساعات من وقوفها قامت الشرطة باعتقالها في يوم عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، وتم إغلاق موقع تمثال الحرية وأجبر السياح على إخلائه. بحسب أخبار الشبكة العالمية، في 5 من يوليو قام مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إغراندي بتحديث أعداد اللاجئين السوريين نتيجة القتال العنيف في جنوب سوريا، والتي تهدد سلامة نحو 750 ألف شخص، واضطر أكثر من 320 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم بسبب الصراع. هذا وتقطعت السبل لحوالي 60 ألف لاجئ سوري عند المعبر الحدودي مع الأردن. لذلك دعت المفوضية العامة مرة أخرى الأردن إلى توفير مواقع إعادة توطين مؤقتة للاجئين السوريين، ومع ذلك رفض هذا الاقتراح من قبل الأردن. وقال الجانب الأردني إن الأردن لا يعتزم إعادة فتح المعبر الحدودي السوري، وينبغي على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي توفير مأوى آمن للاجئين على الجانب السوري.